Morocco on penalties. خمسة الحوايج تعلمناهم من ملحمة الأسود في المونديال. أول حاجة تعلمنا من المنتخب في المونديال ومن وليد الركراكي هي أننا نحلموا. قبل المونديال حتى شي واحد في العالم ما كان كيتخيل على أنه ممكن أن منتخب إفريقي ولا منتخب عربي أنه يوصل نصف نهاية وأنه يولي عنده أنه يفوز بالمونديال حق مشروع. وماشي غير في كرة القدم، خصنا نعرفوا على أن الناس اللي ماركاو التاريخ ديال البشرية هما ناس اللي كانوا تيحلموا. مثلا عباس بن فرناس من الناس اللي آمنوا بأن الإنسان يقدر يطير، وفي هذيك الوقت كانوا الناس كيشوفوا على انهم سطي وكاع هو ساكريفي بالحياه ديالو، هو تيحاول ومات هو تيحاول تيطير، ولكن به هو باش طور الانسان وباش وصلنا للفكره اننا نقدروا نطيروا بالطيارات. انا مثلا يلاه كنبغي نتعرف على شي شخص كنسولو هاد الاسئله، شنو الاحلام ديالك، شنو الطموحات ديالك. لاحظت واحد الحاجه عندنا في المغرب هي ان الناس ما تيحلموش والناس تيخافوا يحلموا، وكاين كاع اللي كيشوف على ان الحلم ضعف، كيشوف على انه كما كنقولوا حنا الحلم موت عليه الحاذقين. ولكن راه خصك تحلم باش انك تقدر تيستي راسك وتشالنجي راسك للماكس. الثانيه هي خصنا نتعلموا نثيقوا في المواهب ديالنا. واحد التصريح ديال وليد الركراكي فريمون ماركاني، هو كيدوي مع الصحافه المغربيه وقال لهم ملي كيهضروا على ليكسبيريونس وهما نيت هما كاملين هنا الصحافي مغربيين. صافي 10 ans que j'entraîne au Maroc، حتى واحد ما شاف فيا باش نصفرقها الا با ليكسبيريونس. الحقيقه هو ميساج لكل شيء لكاع صحاب الريكروتمون، هو انه مازال حنا في المغرب مازال كندير واحد الريكروتمون كلاسيك. مازال كنقول لك بوست ديال المانجمنت جايب لي واحد اللي قاري مانجمنت عنده اكسبيريونس 20 عام في مانجمنت. في العالم كامل ما بقاوش يامنوا بهاد الخيانه، بالعكس هذاك اللي عنده 20 عام ديال الاكسبيريونس ما باغينوش، هما باغيين واحد اللي جديد اللي باقي يقدر يكون ستاج، باقي يلاه عنده فورماسيون ديال العام، يلاه واخد الباك. ولكن هذا كيخدموه ما يخدموش الاخر ديال 20 عام. ديال 20 عام داك الشيء صافي اوت ديتد، سالا اكسبيرا. باغيين واحد جديد اللي مثلا يشوفوا فيه الشغف، يشوفوا فيه ديك الروح ديال المثابره وديال الخدمه ويعطيوه فرصه. الثالثه واحد الحاجه اللي لاحظتها هي ملي كنكونوا رابحين كلشي كيقول لك لا هذاك ديالي، هذاك منتوج ديالي، ولكن ملي كتخسر بوحدك. كيجيوك مثلا الافارقه ديال الجنوب كيقول لك لا انت ماشي افريقي، انت عربي، انت يا ابيض، انت ما كتمثلش افريقيا. عاوتاني كاينين واحد من الجهه عاوتاني في العرب ملي كتايدونتيفي از عربي كيقول لك لا خويا انت افريقي امازيغي، انت ماشي عربي. ولكن اليوم في هذا الانجاز هذا كل واحد باغي ينسبو لراسو، باغي يدخل راسو فيه. وهذا ميساج هي انه ديما ملي كتكون رابح كلشي كيكون معاك. مثلا حتى مثلا كتشوف غاد مثلا الدريات مثلا في السوشيال ميديا كلشي كيلوح دابا التصاور ديال الصابيري ابو خلال وقلب وكنبغيوك وهادي وبغيت نتزوج بيك. ولكن مثلا كاين واحد المشروع ديال ابو خلال اللي مثلا يكون عندها في الدي امز دابا كيتعنب ما غديهاش فيه. وهذا ميساج للدريات بعض المرات. هذاك الانسان اللي صافي نجح ووصل له ما عرفت شنو دار وداز النيه، هذاك ممكن ما غاديش يشوفك، ولكن حاولي مثلا تشوفي واحد البوتونسيال في داك الخينا مثلا اللي باغيك، يقدر يكون هو ذا نيكست ثينغ، وتكوني ديك الساعه انت كبرتي معاه ودوزتي مع ديك الجورني معاه. وبالنسبه للدراري مثلا اللي ما كيشوف فيهم حتى شي واحد، خدم على راسك وحاول تنجح، وديك الساعه ملي غادي تنجح داك الشيء كامل غادي يجي من بعد. الرابعه هي ملي كيكون داك روح الفريق وما كاينش داك الانا قبل الفريق، وملي كنكونوا مجموعين كعائله واخا كيكون الخصم عنده جوده اللاعبين مثلا احسن منا، ولكن قدرنا نربحوهم. قبل المونديال بالمنطق كانوا حاطيننا في المرتبه الاخيره الرابعه وغادي نخرجوا من الدور الاول، ولكن شفنا ان اللاعبين فيهم واحد النفس اللي زرعها فيهم المدرب، وشفناهم كيتقاتلوا. زياش عمري شفتو كيتقاتل كيما شفتو انا في هذا المونديال. نفس البلان بالنسبه لبوفال وجميع اللاعبين كتشوفهم كيتقاتلوا على بعضياتهم، وحتى ملي تيخرج كيدخل واحد اخر جديد حتى هو كيتقاتل. امنوا بالفيزيون ديال وليد الركراكي. وليد الركراكي يعرف كيفاش يجمعهم وتكون فريمون عائله، وقدروا يحققوا لينا المستحيل. الخامسه هي ديما تحط واحد لي بلان ودير دي زوبجيكتيف، ولكن ما تليميتيش راسك فيهم. الطموح ديال المنتخب ولا حتى حنا كجماهير في الاول كان غير نمروا الدور الثاني، ولكن ديك الساعه ماتش على ماتش كتثق في راسك وكتادابطا في لي زوبجيكتيف ديالك وما تليميتيش راسك. نفس البلان في الحياه، تقدر دير دي زوبجيكتيف وتوصل ليهم، ولكن عمرك تليميتي راسك فيهم. صافي وصلتي لي زوبجيكتيف غادي عاوتاني نتادابطا، نعاود نحط بلان اخر ونحط دي زوبجيكتيف عاوتاني كبار قدامي ونبقى غادي بحال هكا. وهذه هي الحياه. هادشي اللي واعر في كره القدم اللي بزاف الناس ما فاهمينوش هي انها راه اتس مور ذان جاست جيم، راه ماشي غير سبور،
راه فريمون كتعطينا دروس الحياه، كتموتيفينا باش اننا نقدروا نحققوا المستحيل. شكرا لجميع الطاقم ديال المنتخب الوطني المغربي، خليتونا نفخروا وفرحنا ونشطنا ونسينا الهموم ديالنا. ولكن المهمه مازال مسالات، كل الاعين على المركز السادس ان شاء الله نهار السبت، ويلا يا اسود.